ذلك البند رقم 12 اللي هو تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخه للعمل بموجبها عند اللزوم. كل واحد معاه نسخه. طيب على طول بيجي المستاجر ياخد نسخه والمؤجر يكبر دماغه وما ياخدش نسخه. طب لما يحصل خلاف وعايز تعرف بنود العقد هتعرفها منين يا حبيبي؟ لازم يبقى فيه نسختين. والموضوع سهل جدا، عند حضرتك في مكتبك مكنه التصوير بتطبع نسختين ثلاثه. يا اخي خلي معاك 3 4 نسخ وانت رايح تكتب العقد. خليك رايح تكتب العقد في الموقع نفسه. فغلطت هتقعد تكشط وتمسح وتشطب في العقد. قطع النسخه اللي فيها الغلط دي ويبقى معاك نسختين ثلاثه زياده ومضي الناس وتبقى انت متحسب لذلك عشان ما تتحرجش. يخلي في شك في العقد، يعني حتى لو تقدم القاضي بيبقى مشكوك في القضاء. تمام، والمفترض منهي اصلا عن الكشط والشطب والكلام ده كله. طيب اجيب بقى الطرف الاول وامضيه. مين هو الطرف الاول يا استاذ معز؟ المؤجر اللي هو صاحب البيت، والطرف الثاني المستاجر اللي هو هيحصل على المنفعه من هذا البيت او من هذه الشقه. تمام كده؟ طيب امضي شهود. ما هوش مكتوب هنا شهود، اكتب يا استاذ في النص كده اهو الشهود 1 2 مضي 2 شهود. طيب المؤجر يمضي ويبصم، يمضي ويبصم. تمام؟ وتجيبه يمضي قدام عينيك، ما تبعتلوش العقد طب خلاص ده والله العظيم لا محمد بيه ما يجيش والله العظيم، خليه في مكتبه والعقد يجي لسعادته يمضي عليه ويرجع تاني. ساعة ما يجي له العقد يقوم قايل له ايه؟ امضي يا شوال. لا شوال يمضي. او اي واحد تاني يمضي، ينفع؟ ما يمضي قدام عينك يا عم. لازم تمضيه قدام عينك. طب يمضي ازاي؟ باسمه ثلاثي ولا رباعي زي اللي في البطاقة. لو مكتوب في البطاقة عشاري يكتب ال10 اسماء. ما يكتب الاسماء اللي موجودة في البطاقة يا اخويا. هيتشال لو كتبهم زي ما هو في البطاقة، انت مش شفت البطاقة؟ يكتب زي ما هو في البطاقة. تمام؟ طيب بعد ما يكتب يعمل ايه؟ يبصم. قلت لك تبصمه ازاي المحاضرة اللي فاتت صح؟ نقول تاني. بجيب ايده كده اهو اقوم ماسكها كده اهو. ليه؟ بتحسس على ايده ليه؟ عشان اخد بالي ممكن يكون حاطط امير عشان يطمس تلك البصمه. او جايب صنفره ومصنفرها لو شغال نجار ولا حاجه، تقوم مصنفرها كده ويشتاق ويقوم رايح باص. لا انت تقوم جايبه كده تقول على انك بتسلم عليه ولا حاجه. تقوم ماسك ايده كده تعالى لي. كده انا حسيت بايده اهو. لو حاطط امير ولا حاطط حاجه لو حاطط امير ولا حاجه هتبان. مسكت صبعه افضل ماسك صبعه بايدك ما تسيبوش. لان لو سبته يبصم هيطمس البصمه برضه، افهم. الطريقه دي انت بتبصم بيها اي حد، مش الموضوع على عقد ايجار ولا غيره. في كل التعاقدات اللي هتبصم فيها حد لازم تمسك ايده كده تعالى لي. فيها حاجه ولا مفيش فيها حاجه؟ هتحس انت بقى ولا البعيد ما تحسش؟ بالذات في القايمه. وفي القايمه جالك في القايمه اهو. تمام؟ مسكت ايده واقوم ماسك صبعه كده وانا اقوم حاطط اغمس صبعه كده في البصامه وانا ماسكها. بحيث ما يغمسهاش قوي، لان لو غمسها قوي البصمات هتختفي برضه. هتتملى ميه او صبغه من اللي في البصامه. لا حته بسيطه كده. واقوم شايل ايدي. واقوم رايح انا مبصمه بايدي لا كده واقوم شايل ايدي. واديله المنديل يمسح ايدي. ما تسيبوش. عشان هيمسحها في المكتب وعاملها كده في المكتب. وصلت؟ فتعمل ايه؟ لا اديله منديل يا حبيبي يمسح ايده. وتمسك ايده وهو بيبصم، لان هو لو عمل ايده كده اهو في الورقه وقام عامل كده اهو الله يرحم البصمه اهو. لو عمل كده اهو الله يرحم البصمه، ماهيش بصمه بقى خلاص. بقى اصبحت بصمه مطموسه. لان خلاص الانسجه دي اختفت لان هو قتلها. فاعمل ايه؟ امسك ايده يا اخويا بصمه. ما تسيبوش. تمام؟ نفس الكلام المستاجر يمضي ويبصم ما يبصم، ايه المشكله يا سيدي؟ ما هو المستاجر لو بصم المؤجر هيبقى قاعد شايف التاني عك ايده هيعك ايده وراك. وصلت؟ فما تزعلش حد، بصمهم كلهم. والشهود يمضوا امضه واضحه، مش شرط انه يبصم عادي، يمضي امضه واضحه. كده احنا خلصنا صياغه عقد الايجار بكل بنوده الجوهريه. يبقى مستوفي.